تخيل هذا المشهد: القطار يسير بسرعة على السكة، وفجأة يظهر جسم معدني في طريقه. لكن الغريب، القطار يتوقف تماما دون أن ينحرف أو يصطدم بأي شيء. كيف يحدث هذا؟ ولماذا لم تقع كارثة؟ السر يكمن في نظام ذكي يعرف بمزلق الفرامل. يستخدم هذا النظام خصيصا في ساحات القطارات ومستودعات السكك الحديدية، حيث يعمل على إبطاء القطار أو منعه من تجاوز نقطة معينة، وكأنه فرامل خفية مزروعة في الأرض. وإذا فشل هذا النظام لأي سبب، هناك ما يسمى بحاجز الأمان، وهو آخر خط دفاع يمنع القطار من الخروج عن السكة مهما كانت السرعة. أنظمة أمان مذهلة مدروسة بدقة كي تبقى كل محطة آمنة وكل راكب مطمئن. هل كنت تعلم أن كل هذا يحدث تحت عجلات القطار دون أن نراه؟ اكتشف كيف تعمل أعقد تقنيات الأمان في السكك الحديدية، وشاهد حتى النهاية لتفهم لماذا لا تحدث الكوارث رغم كل هذا الخطر.